السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم كاملين معنا في هذا الفيديو. الفيديو ديال اليوم اللي غادي نهضروا فيه على المواجهات ديال دور الثمن النهائي من كاس افريقيا. غادي نديروا واحد التوقع على المباريات، شكون اللي يقدر يتأهل للدور ربع النهائي وكذلك النصف النهائي، وغادي نشوفوا الطريق ديال المنتخب الوطني المغربي اللي غادي توصلوا للنهائي كاس افريقيا. وغادي تكون طريق سهله او لا صعبه، هادشي كامل غادي نتعرفوا عليه في هذا الفيديو هذا. ما تنساوش الاول واحد لايك الاخوان، سبسكرايب، خليونا الاراء ديالكم في الكومنتيرات، ويلا نبداو على بركه الله. واول نقطه الاخوان بغيت نتكلم لكم عليها هي التفاعل ديالكم الاخوان، فراه ما كنشوفوش بتاتا الاخوان. حنا كنديروا واحد المجهود باش اننا نصاوبوا هاد الفيديوهات ونعطيوكم واحد المعلومات اللي تكون حصريه، المقابل ما كنشوفوش التفاعل ديالكم. الا كنتي انت اول مره كتشاهد هاد القناه، ما تنساش تخلي لنا واحد لايك، كومونتير باش تحفزنا، لايك سبسكرايب، ويلا الاخوان ندوزو التحليل ديالنا ونبداو. اولا الاخوان باولى المواجهات اللي عندنا في الشاشه حاليا، على الجهه اليسرى اللي المواجهه اللي غادي تجمع المنتخب ديال مالي بالمنتخب التونسي. نبداو اولا الاخوان مع المنتخب المالي واللي كان معنا في المجموعه ديالنا الاولى، اللي مر ثلاثه ديال النقاط بعد ثلاثه ديال التعادلات مع كل من المنتخب الوطني المغربي. وانا قبل منه كان تعادل مع المنتخب الزامبي في الجوله الاولى، اما في الجوله الثالثه فراه ختمها بتعادل مع منتخب جزر القمر، تمكن انه يمر في المركز الثاني خلف المنتخب الوطني المغربي. اما بالنسبه للمنتخب التونسي فراه حتى هو مر في المجموعه الثانيه، المجموعه اللي كانت كتضم كل من المنتخب النيجيري، المنتخب التنزاني اللي غادي نواجهوه، وكذلك حتى منتخب اوغندا. المنتخب التونسي تمكن من انه ينتصر في المباراه الاولى على منتخب اوغندا بثلاثه الاهداف لواحد. اما المباراه الثانيه تلقى هزيمه كانت انذاك امام منتخب نيجيريا بثلاثه الاهداف لجوج. اما في المباراه الثالثه امام منتخب تنزانيا فراه تعادل بواحد لواحد. عموما الاخوان كنشوف بان المباراه هذه نظرا للخبره ديال المنتخب التونسي وكذلك حتى المنتخب المالي منتخب اللي قوي، كنرشح ان المنتخب التونسي هو اللي يمر لدور ربع النهائي. ونمروا الان الاخوان نعطيكم التوقعات ديالنا على السريع. المباراة الثانية اللي غادي تجمع بين المنتخب السنغالي والمنتخب السوداني، المنتخب السوداني اللي جا في المجموعة ديال المنتخب الجزائري، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية. المنتخب السوداني مر كأحسن ثالث بثلاثة النقاط. أما بالنسبة للمنتخب السنغالي فراه في المجموعة جا في المجموعة اللي كانت كتضم آنذاك المنتخب الكونغو الديمقراطية ومنتخب بوتسوانا ومنتخب بنين. عموما الاخوان فرا طبيعة الحال غادي يرشحوا المنتخب السنغالي باش انه يمر لدور ربع النهائي. اما بالنسبه للمواجهه الثالثه اللي عندنا في هذه الصوره اللي غادي يجمع ما بين المنتخب المصري ومنتخب بنين، المنتخب المصري اللي مر على الراس المجموعه ديالو، المجموعه اللي كانت كتضم كل من منتخب جنوب افريقيا، منتخب انغولا، منتخب زيمبابوي، تمكن من انه يمر على راس المجموعه بسبعه النقاط بعد ما تفوق على كل من زيمبابوي ومنتخب جنوب افريقيا وتعادل مع منتخب انغولا. اما المنتخب البنيني اللي مر كأحسن ثالث في المجموعة ديال السنغال بعد ما تفوق على منتخب بوتسوانا، غادي يواجه المنتخب المصري. كنشوف ان المنتخب المصري هو يعني بالخبرة ديالو فراه طبيعة الحال غادي يمر المنتخب المصري. اما بالنسبة للمواجهة الرابعة واللي غادي تكون مواجهة قوية بين المنتخب الكوديفواري ومنتخب بوركينا فاسو الاخوان، منتخب الكوديفواري اللي مر على رأس المجموعة ديالو بفارق الاهداف على حساب المنتخب الكاميروني، المركز الثاني خلف المنتخب الجزائري بعد ما تفوق في مباراتين على كل من السودان وغينيا الاستوائية وخسر امام المنتخب الجزائري. فعموما هذه كتبقى واحدة من اصعب المباريات اللي كاينين في دور 16 الاخوان. بطبيعة الحال غادي نرشحوا المنتخب ديال الكوديفوار، منتخب الكوديفوار اللي كيتمتع يعني عنده مواهب شابة، اللهم بارك الاخوان، اماد ديالو، ديوماندي، وكذلك عنده حتى لاعبين ديال الخبره، لاعب فوفانا، كيسي، سانغاري. فغادي نرشحوا للمنتخب الكوديفواري انه يمر لدور ربع النهائي. اما بالنسبه للمباريات ديال الجهه الاخرى غادي نبداو مع المباراه ديال نيجيريا وموزمبيق الاخوان. المنتخب النيجيري اللي مر على الراس ديال المجموعه ديالو، المجموعه اللي كانت فيها كل من منتخب تونس ومنتخب تنزانيا وكذلك منتخب اوغندا. المنتخب النيجيري كيتمكن انه يمر على الراس المجموعه بسبعه ديال النقاط، غادي يواجه المنتخب الموزمبيقي اللي يتمكن حتى هو انه يمر في المركز الثالث بثلاثه ديال النقاط في المجموعه ديال الكاميرون وكذلك كوت ديفوار وغابون. فبطبيعه الحال الاخوان المنتخب النيجيري كيبقى واحد من اقوى المرشحين لهذه البطوله هذه، ولكن عندهم واحد النقطه ضعف الاخوان اللي هي النقطة ديال الدفاع. الإخوان الدفاع ديالهم سهل تضربوه، الإخوان سهل تخترقوا، فراه في ثلاثة ديال المباريات استقبلوا 4 ديال الأهداف. عموما الإخوان كنشوف أن المنتخب النيجيري هو اللي غادي يمر لدور ربع النهائي. أما بالنسبة للإخوان المباراة الأخرى
فغادي يجمع المنتخب الجزائري والمنتخب الكونغو الديمقراطية الRDC، واحدة من أصعب المواجهات إن لم تكن أصعبها الإخوان في دور ثمن النهائي، اللي غادي يجمع ما بين منتخبين قويين الإخوان بجوجهم قويين. والمنتخب ديال الكونغو اللي كنرشحو أنه يكون هو الحصان الأسود ديال هاد البطولة هادي. صراحة مباراة اللي قوية ما بين المنتخب الجزائري اللي عنده مواهب شابة عالمية حتى هما الإخوان، إبراهيم مازا، لاعب حاج موسى، أيت نوري، لاعبين الصراحة الإخوة، لاعبين الخبرة كذلك رياض محرز بن سبعيني. فراه مباراة الإخوان يعني صعيبة بزاف، توقع شكون اللي يقدر يمر منها. منتخب الRDC اللي عندهم باكامبو بيمبا كما كتعرفوا كاملين الإخوان، وأنا كنرشح بطبيعة الحال كنرشح في هاد المباراة هادي أن المنتخب الRDC هو اللي يقدر يمر بنسبة كبيرة الإخوان. واسمحوا لنا الإخوان الجزائريين، ولكن المنتخب الكونغو الديمقراطية هو اللي غادي يمر من هذه المواجهة هذه، باش أنه يواجه منتخب نيجيريا. أما بالنسبة للمواجهة أخرى الإخوان، وخليو المواجهة ديال المنتخب الوطني المغربي هي التالية ونتكلموا عليها. غنمروا الآن المواجهة ديال المنتخب الكاميروني والمنتخب جنوب أفريقيا. صراحة الإخوان شفنا واحد المباريات كبيرة في هاد الدور ثمن النهائي، مازال حتى ما وصلناش لدور ربع النهائي أو نصف النهائي. شفنا مباريات كبيرة في هاد الدور ثمن النهائي، وهادشي راجع لأنه ما كانش واحد المفاجآت كبيرة في دور المجموعات الإخوان كما كتعرفوا كاملين. اللي مرشحين هما اللي دازوا، أما دوك التواليت فراه هما اللي كان فيهم واحد شوية ديال الإثارة. مثلا المنتخب الكابوني ما مرش، عدة منتخبات اللي كانت قوية ما مرتش. المهم نمروا الآن ونتحدثوا على المواجهة اللي غادي تجمع بين المنتخب الكاميروني اللي مر في المركز الثاني، المنتخب الكاميروني اللي حتى يعني المجموعة ديالو شهدت واحد الإثارة كبيرة، فحتى لآخر اللحظات كان مر هو الأول. وفي التالي تمكن المنتخب كوديفواري من أنه يسجل هدف الانتصار حتى الدقيقة 85 ورجع على المركز الثاني باش أنه يواجه المنتخب ديال جنوب أفريقيا. منتخب جنوب أفريقيا اللي مر حتى هو في المركز الثاني من المجموعة ديال مصر الإخوان كما قلنا لكم كاملين، انتصر في 2 مباريات وخسر أمام المنتخب المصري. صراحة مواجهة صعيب تكون توقع أن شكون اللي يقدر يمر منها. وكنشوف أن المنتخب ديال جنوب أفريقيا الصراحة مع الخبرة اللي عندهم كذلك حتى المدرب اللي عندهم هوغو بروس، فراه اللهم بارك الإخوان، هوغو بروس اللي كيمشوا كاملين ربح المنتخب الوطني المغربي في النسخة السابقة، وكنتمناو أننا نواجهوه في دور ربع النهائي. فعموما الإخوان كنرشحوا منتخب جنوب أفريقيا هو اللي يمر لدور ربع النهائي. أما بالنسبة لآخر المواجهات الإخوان اللي خلينا هي التالية باش نتكلموا عليها، مواجهة المنتخب الوطني المغربي والمنتخب التنزاني. المنتخب الوطني المغربي مر على رأس المجموعة ديالو انتصارين وتعادل. أما بالنسبة للمنتخب التنزاني فراه مر الإخوان 2 ديال النقاط كأحسن ثالث في المجموعة ديال نيجيريا، تونس، وتنزانيا، أوغندا. بالنسبة لهاد المواجهة هادي فراه كتبقى مواجهة قوية الإخوان، بحيث أن المنتخب التنزاني منتخب اللي قوي الإخوان ما نستهنوش به. فراه لا ذكرنا أن منتخب بنيني كلشي كان يقول أن المنتخب الوطني المغربي غادي يربح في النسخة اللي كانت منظمة في مصر، ولكن كما شفتوا كاملين ضيع زياش ضربة جزاء وتقلب علينا الماتش. عموما الإخوان هاد المباراة هادي كنشوف أن المنتخب الوطني المغربي بنسبة كبيرة يقدر يحسمها، خصوصا أن وليد الركراكي كيعرف يتعامل مع النوعية ديال هاد المنتخبات هادو. وغادي نواجهو في دور الربع النهائي منتخب جنوب افريقيا. انا كنتمنى شخصيا المواجهه ديال جنوب افريقيا على اننا نواجهو منتخب الكاميرون، لانه كما كتعرفوا الا واجهنا منتخب جنوب افريقيا فرا اللاعبين غادي يتحمسوا وغادي يبغيو يردوا الثأر اللي كان يعني بيننا وبينهم، بحيث انهم قصاونا في اخر دوره ديال كوديفوار. واما بالنسبه للتوقع شكون اللي غادي يمر من المباراه ديال RDC ونيجيريا، فكنشوف ان المنتخب RDC عاوتاني يقدر يقصي المنتخب النيجيري ويمر لدور نصف النهائي. الجهه الاخرى المنتخب التونسي غادي يواجه المنتخب السنغالي، بطبيعه الحال المنتخب السنغالي هو اللي يقدر يمر بنسبه كبيره. اما بالنسبه للمواجهه الرابعه واللي غادي تكون تجمع بين الكوديفوار ومنتخب مصري، كنشوف ان المنتخب الكوديفواري يقدر يحسمها صالحه الاخوان، خصوصا ما كيتمتعوا باللاعبين اللي عندهم لاعبين شباب عندهم جودة عالية. الإخوان اليوم عند الإخوان لاعب RB لايبزيغ كما كتشوفوا موهبة كبيرة، عمر ديالو مانشستر يونايتد. أما بالنسبة للمنتخب المصري فراه حتى هما كيقدموا واحد الأداء اللي واعر مع المدرب حسام حسن، ولكن المنتخب كوديفواري غادي يمر لدور نصف النهائي. نمروا الآن ونتوقع شكون اللي غادي يمر للفينال ما بين المنتخب الكوديفواري والمنتخب السنغالي. كنشوف أن المنتخب السنغالي يقدر يحسم المواجهة لصالحه والإخوان،
خصوصا أن المنتخب السنغالي ولا المنتخب اللي متمرس حتى هو الإخوان في الآونة الأخيرة. كنشوف أن المنتخب السنغالي يقدر يمر للنهائي. ندوزو الآن للجهة الأخرى الإخوان ممكن يقدر يمر من المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الإرديسي. المنتخب الإرديسي اللي كما قلت لكم الإخوان كنتوقعوا أنه يكون هو الحصان الأسود ديال هذه البطولة هذه. المنتخب الإرديسي تحت القيادة ديال هوغو بروس، مدرب اللي عنده خبرة كبيرة في الأدغال الإفريقية، ولكن المنتخب الوطني المغربي غادي يمر بنسبة كبيرة للفينال لمواجهة المنتخب السنغالي. والمباراة النهائية اللي تقدر تجمع ما بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي حسب الترشيحات ديال الصحافة وكذلك حتى ديال وسائل الإعلام تقدر تكون واحد المباراة كبيرة الإخوان، تكون فيها واحد المتعة على ملعب الأمير مولاي عبد الله، هو اللي غادي تنظم فيه المباراة النهائية. وفي الأخير كنتمنى التتويج ديال المنتخب الوطني المغربي هو اللي غادي يكون، وكنتوقع أن المنتخب الوطني المغربي هو اللي يتوج بهذه البطولة هذه. عموما الإخوة بزاف خليونا الآراء ديالكم، كيفاش كتشوفوا هذه البطولة هذه؟ واش يقدر يتوج بها المنتخب الوطني المغربي ولا لا؟ وشكون اللي يقدر يمر من دور ربع النهائي نصف النهائي وصلنا الى النهائي؟ الاخوان خليونا حتى نتوما لنا الاراء ديالكم في الكومنتيرات، وما تنساوش كيما قلت لكم لايك سبسكرايب ويلا نشوف.